السلام عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم راح تكون شوربه فريك. واش نحتاجو هنا كمقادير كما راكم تشوفوا هنا عندي الطرف تاع اللحم تاع الشوربه تاع الغنمي كما راكم تشوفوا. عندي حبه تاع الحار ولا حبه حاره. نحتاجو كما راكم تشوفوا هنا عندي الطوماطيش، عندي حبه كبيره وثلاثه صغار، كما نقدروا نستعملوا زوج حبات كبار. نحتاجو هنا حبه تاع البطاطا تكون صغيره، عندي حبه تاع البصل تكون متوسطه، حبه تاع زرديه صغيره، حبه قرعه صغيره، وحبه تاع اللفت تكون صغيره. وهنا فيما يخص هذه حبه تاع الطرشيل تكون حمراء، تقدروا ديروها كما تقدروا تستغناو عليها. هنا تقدروا تعوضوها بالفلفل العكري. فيما يخص الحشاوش عندي هنايا شويه تاع قزبر وشويه تاع النعناع نكونوا قطعناهم. وفيما يخص التوابل نحتاجو ملح، فلفل كحل، شويه قرفه وبالزيت. انا هنايا تقدروا في الشوربه تاعكم تقدروا تستعملوا الزيت والسمن، كما تقدروا تستغناو على السمن باسكو اللحم تاعنا راهو فيه شويه شحم، دونك نقدروا نستغناو على السمن تاعنا. وعندي هنايا مغرفه معمره مليح تاع طماط كونسونطري. رايحه نبدا معكم في طريقه التحضير تاعنا تاع هذا الشوربه فريك. في قدر رايحه ندير 2 مغارف تاع الزيت هكذا. نديروا البصل تاعنا اللي يكونوا سكرفجناه. بعد ما درت الزيت والبصل اللي يكون مسكرفج راح ندير اللحم تاعي. هنا اللحم بيان سور على حسب افراد العائله تاعكم وعلى حسب المقدار كل واحد. هنا نضيف الخضره تاعي، نضيفوا كل شيء مع بعض. الخضره هنا درت حبه طرشيه تاع فلفل حمراء كما قلت لكم تقدروا تستغناو عليها. عندي حبه تاع اللفت، حبه قرعه، حبه زروديه، حبه صغيره تاع البطاطا. هنا ندير الحشيش تاعي اللي هو النعناع والقزبر. رايحه ندير الملح تاعي، ندير توابل فلفل كحل، نديرو شويه قرفه. بعد ما درت التوابل تاعي ودرت الخضره تاعي رايحه نقلي مليح الخضره تاعي مع اللحم والحشيش اللي كنت درتو. نخلي القدره تاعي تتقلى مليح. هنا شوفوا بعد ما تقلات لي الخضره تاعي مليح مع اللحم رايحه نضيف الطوماطيش تاعنا. شوفوا كيفاش تقلات. رايحه نضيف الطوماطيش تاعنا. حبه كبيره قسمتها على زوج كما راكم تشوفوا هنايا. ونخلي الطوماطيش تاعي ثاني تسلق معها وتبدا تقلى مع الخضره. من بعدك باش نمرقو دايما التمرق تاعنا يكون بالماء سخون ما يكونش بالماء بارد. هنا نخلي نغطي على القدره تاعي ونخليها تزيد تتقلى مليح. هنا بعد ما تقلات لي كامل الخضره تاعي، الخضره اللي كنت درتها مع اللحم مع الطوماطيش بداو لي تقليه مليحه. رايحه نمرق بالماء سخون. هنا بعد ما مرقت رايحه نغطي على القدره تاعي ونخلي كلشي الخضره تاعي كامل طيب. بعد ما خليت الخضره تاعي كامل طابت لي مليح. دائما كي نحبوا نفقدوا الحاجه انها طابت نتركوها هكذا ياموس. اذا شفنا الخضره تاعنا طابت نحيوها كما راكم تشوفوا. هنا بديت نحي في الخضره تاعي راهي طابت، نحيها حبه بحبه حتى نكمل كامل الخضره اللي كنت درتها. نديرها في كسرونه ولا في قديره تكون صغيره ونجي نميكسيها مليح هكذا بالبغا ميكسور، سينو نقدروا نستعملوا لا مولينات. بعد ما نحيتها مليح رايحه نحلحل فيها مغرفه تاع طوماط كونسونطري ورايحه نضيف الخليط تاعي للقدره كما راكم تشوفوا هكذايا. ورايحه نمرق التمرق تاعنا. فيما يخص التمرق رايحين نمرقوا جهد افراد العائله تاعنا. دونك هنا حوالي انا درت ريتله ونص تاع الماء سخون. دائما قلت لكم نمرقوا بالماء سخون. كما راكم تشوفوا من جهه واحده اخرى كنت درت الفريك تاعي درتو غسلته مليح، من بعدك درتو في بول هكذايا ودرتو يتشمخ مليح. بعد ما تشمخ لي مليح كما راكم تشوفوا انا درت بول ماشي معمر تاع الفريك، ضفته للقدره تاعي باش نخليوه يطيب. مده الطهي تاع الفريك هذا بعد هنايا دالي حوالي نص ساعه. نغطيو على القدره تاعنا ونخلطو خضر على خضر، نخلطو على الفريك تاعنا هكذا باش ما ينزلناش في قاع القدره وراح يلصق لنا. هنايا بعد ما خليت الفريك تاعي طاب لمده نص ساعه وهو يغلي ضفت عليه حبه تاع الحار. الشوربه تحب بزاف الحار هكذا باش تطلق لنا البنه. هنايا قبل ما نطفيو على القدره تاعنا لازم دائما نضيفوا هذيك الحشيش تاعنا اللي هي الحشيش والنعناع يكون مقطع في الاخر ونطفيو على القدره تاعنا والشوربه هنا تكون واجده.
والشربات تاعنا تجي بزاف بنينه هايله، نتمنى منكم تجربوها. فيما يخص البنات نعطيكم ملاحظه صغيره برك، حنا في دارنا ما ناكلوش بزاف ليدام، دونك دائما نستغناو شويه هكذا على الليدام. اللي يحب الوجه تاع الشوربه يجي هكذا ميدم كامل، في الاول دائما يضيف في مغرفه تاع زبده ولا مغرفه تاع سمن، الشوربه تحب السمن، دونك حنايا كيما قلت لكم في العائله تاعنا ما ناكلوش الليدام، عليها ما نكثروش في الماكله تاعنا زيوتي. دونك هنايا نكونوا كملنا لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. اذا عجبكم لا فيديو ما تنساوناش بجام او كومونتير، نقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بقى على خير.